ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى اكله كده خفيفه للغدا، بس هتعجبك جدا وطعمها روعه. قبل ما ابدا نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، طبعا هنجيب حوالي 4 بطاطس او 3 حسب ما انتي حابه. وطبعا حسب طبعا البيض تبع يعني حسب الاسره اللي عندك. تمام كده. طبعا الاكل اللي انا هعملها مش محتاجه بيض ولا محتاجه لحمه ولا فراخ ولا بطاطس، بس عشان خاطر في اطفال فلازم نعمل بطاطس وبيض، يعني اي حاجه، يعني ايه، نمشي الدنيا يعني. تمام كده. طبعا انا جبت ميه وحطيتهم مع بعض كده، وحطيت نص معلقه من الملح علشان خاطر احطهم على البوتاجاز، على البوتاجاز يغلي شويه كده وبعدين اطفي عليهم. تمام. دي طبعا هعمل طبعا مكرونه بالثوم. المكرونه بقى ديت بالثوم طعمها روعه، طعمها خطير جدا وتحفه بصراحه. ده طبعا كيس مكرونه اسباجيتا طبعا. اي مكرونه انت حباها مفيش فيها اي مشكله خالص. انا عملت نص الكيس، ما عملتش الكيس كله. تمام. هنجيب كده حوالي معلقه او معلقتين من السمنه. تمام. هنجيب طبعا الثوم اللي احنا عملناه، هنحمره كده تحميره حلوه كده، تحميره الذهبي. وبعد كده طبعا هنجيب حوالي 3 معالق من الصلصة علشان خاطر احنا عاوزينها ال ال الشوربة بتاعت المكرونة تكون حلوة كده، وتكون يعني ايه حمرا، يعني سنة بسيطة. تمام. هنضيف طبعا كمون، بهارات، ملح، فلفل اسود، طبعا التوابل اللي انت حباها واللي انت عاوزاه. تمام. وطبعا لو عاوزة تحطي مرقة مفيش اي مشكلة برضو. اكله جنان، اكله روعه والله العظيم. طبعا بعد ما خدوا كده تحويشه حلوه كده، تحبيشه معلش. طبعا هنضيف حوالي 3 كوبايات من الميه. تمام. علشان خاطر احنا عاوزينها تغلي معانا. وطبعا بعد ما تغلي طبعا هنضيف المكرونه دي، البطاطس والبيض كده السلق خلاص. فاحنا هنقفل عليهم النار. تمام كده. هنكسر المكرونه كده زي ما انت شايفه، الشوربه بتاعتنا غليت معانا خلاص. احنا بقى كده هنضيف المكرونه. طبعا الكل هيقول انت سايبه ميه ليه كتيره كده، يعني شوربه كتيره كده للمكرونه، علشان خاطر المكرونه دي مش بتتاكل الا بكده، يعني المكرونه روعه منتهى الجمال. دي طبعا انا حاولت ان انا اطلع منها شويه صلصه كده، شويه شوربه كده، علشان خاطر احطها على المكرونه من فوق كده. طعمها تحفه، ما شاء الله، بألف انا وشفا على قلبكم، طعمها فعلا فعلا روعه. انا دايما بعملها للبنات، دايما بيعشقوها. طبعا اي نوع مكرونه، مش شرط يعني لازم مكرونه معينه، اي نوع مكرونه. دي طبعا يعني بصي، يعني اكله خفيفه ولا مكلفه ولا اي حاجه. حتى لو انت مش بتاع عندك البطاطس، مش بتاع عندك البيض، مش بتاع عندك اي حاجه خالص، ممكن تعملي مكرونه ارديحي زي ما بيقولوا كده. يعني الموضوع مش صعب علينا ولا اي حاجه. طبعا طبق بطاطس حلو كده وبيض كده وشويه خضار كده على الوش كده، وخلي الدنيا حلوه كده، وطعمها طبعا تحفه. بألف انا وشفا، مع الف سلامه.